مساء الخير على كل متابعيني في كل مكان، يا رب دايما تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه اجمعين. ازيكم يا احلى واجمل متابعين في الدنيا؟ النهارده هنعمل غدا كده بسيط وسريع، وبربع كيلو لحمه هنعمل صينيه حلوه كده تقضي 4 5 اشخاص. زي ما قلت لكم كده، حاجات كلها بسيطه. وبربع كيلو لحمة. أول حاجة كده معايا في المقادير ربع كيلو لحمة. طبعا حطيت عليه نسبة دهن بسيطة كده. ومعايا طبعا التوابل بتاعتي: بصل وتوم باودر وكمون وملح ومعلقة شطة وفلفل أسمر. معايا بصلاية كده فرمتها وصفيت المية بتاعتها، ودي المية بتاعتها. ومعايا بضاية ومعايا معلقتين من البقسماط. هجيب بقى طبق كبير وهنزل باللحمة بتاعتنا. لو انت اول مره بتتابعوني، يا ريت تشتركوا في القناه وتفعلوا جرس التنبيه علشان يوصل لكم كل وصفاتي. وما تبخلوش عليا بلايكاتكم ولا كومنتاتكم الحلوه. ونزلت دلوقتي بالبصلايه، دي بصلايه كبيره. وطبعا صفيتها في الميه زي ما قلت لكم، علشان طبعا الميه بتفك الكفته. ونزلت بقى بتلات اربع معالق من البقسماط. ونزلت بالتوابل بتاعتي اللي هي عباره عن ملح وكمون وفلفل وبصل وتوم باودر ومعلقه شطه وبضايه بقى كمان. طبعا ميه البصل احنا مش هنستخدمها، غير ان احنا واحنا بنصبع بس بقى الكفته. وكمان ممكن ما نستخدمهاش خالص، يعني هي ملهاش لازمه خالص. لان احنا بنستخدمها ديت لما يكون هنشويها، لكن احنا مش هنشويها بقى، هنعملها في صينيه بطاطس. هنزل كمان بمعلقتين من النشا، يعني معلقه كبيره حلوه كده. معلقه طعام تكون كبيره، لان النشا بيربط الكفته معانا وبتخليها طريه وحلوه. هلم بقى ده كله مع بعض وهرجع لكم تاني دلوقتي كده، بعد ما لميتها اهوت وخليتها كده بقت الانسجه بتاعتها كده. بقى فيه خيوط كده، تحس ان يعني بقى فيه خيوط كده، بقت كده هي ده يعني بقت كده جميله وكده، بقت هتطلع معانا ممتازه. بعد كده نحطها بقى في التلاجة ترتاح شويه على ما نقشر صينيه البطاطس. ودلوقتي بقى معايا صينيه البطاطس اهيت. جبت حوالي كيلو من البطاطس وقطعته شرايح. وبعد كده بقى عملت عليه برضو بصليه حلوه كبيره كده، قطعتها برضو شرايح كبيره. وحطيت عليها قرن من الفلفل. والكفته بتاعتنا طلعناها وصبعناها بالشكل ده. طبعا هي كفته متوسطه، مش كبيره قوي ولا صغيره قوي. وبعد كده بقى هنجيبها نرصها كده على الصينيه. زي ما قلت لكم كده، غدا سهل جدا وبسيط، و يعني مش مكلف وحاجه حلوه خالص. هنرصها بقى كده كفتايه جنب كفتايه. بالله عليكم اللي وصل لحد كده ما يبخلش عليا باللايك. حطوا له لايك واشتركوا لي في القناه يا جماعه. مش عايزه افكركم كده قبل ما تطلعوا من الفيديو، تصلوا بينا على النبي وفي نفس الوقت تحطوا لي لايك. والله عايزه اقول لكم ده بربع كيلو لحمه، مفيش غيره. ربع كيلو لحمه، مفيش اكتر من كده. وحطيت عليه يا دوبك حوالي قيمه 100 جرام من الدهن. وفرمت مع بعض وشين اتنين، علشان طبعا يكون لازم يكون ناعم. انا طبعا سبت الحته ديت علشان هصب منها بقى ايه الصلصه، عشان ما اصبهاش على الكفته مباشره وتفك مني. معايا بقى معلقتين طماطم. دول طماطم مش صلصه، بس طماطم متطبخه عندي يعني في الفريزر. احط بقى، حطيت عليها ملح بصل وتوم باودر وفلفل اسمر ومعلقه ملح، علشان طبعا تظبط معايا الطعم. ونزلت بكوبايه كده من الميه. وهنزل عليها كمان بمعلقتين من الزيت، وهدوب ده كله مع بعضه. وهصبه بقى على الكفته بتاعتنا. طبعا الدهن اللي في اللحمه، يعني مع معلقتين الزيت هيدوا هيبقوا كده حلوين قوي، عشان ما تبقاش دسمه، وفي نفس الوقت هتبقى طعمها خطير، لان الدهن اللي في اللحمه هينزل كده على البطاطس، هيخليها لها طعم. عايزه اقول لكم الصينيه ديت اتاكلت اكل بجد، كان طعمها تحفه وروعه جدا. دوبت بقى اهوت كله مع بعضه. هصبه بقى على الكفته والبطاطس. وهاخدها بقى على عين البوتاجاز من فوق لحد ما تستوي. وبعد كده ادخلها بقى الفرن تاخد لها وش تحمير.
طبعا انا بحط لها الميه اللي يكفيها علشان ما ازودهاش تاني. هما شويه دول هيكفوها ويسووها يبقى زي الفل. ربع كيلو لحمه ده عمل لي 15 صابع من الكفته. هي ما كشيتش قوي ولكن بقت يعني حجمها حلو. بعد كده بقى حطيت على عين البوتاجاز اهوت، هسيبها لما تغلي. واول بقى ما تغلي كده وتستوي وبس ابقى الاقي بقى يعني بدأت تنشف كده، اخدها بقى احطها في الفرن تاخد وش تحمير. تقدري بقى تعملي جنب منها رز بشعرية، تاكلها بعيش مع شوية سلطة وحبة مخلل. أكلة بجد جميلة جدا يا جماعة وممتازة وطعمها تحفة. أتمنى أنكم تجربوها. وبربع كيلو لحمة عملنا صينية حلوة كده تقضي 4 أفراد. تاكلوا لما تشبعوا منها. شايفين بقى الجمال والروعة. بقت دخلت بعد ما دخلت بقى واستوت على البوتاجاز، حطيت اخدت الوش الجميل ده. وتاكلوا احلى صينية. عايزه اقول لكم طعمها خرافة. بجد فاخر من الاخر. اتمنى لو عجبكم الفيديو تبخلوش عليا باللايك، واستنوني في وصفة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.